السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد من ببجي موبايل، اللي هو تطبيق يشغل 90 فريم الى 120 فريم للأجهزة الضعيفة، والمشكلة دي الكل بيعاني منها. النهاردة جبت لكم بي جي تي برو اللي هو بتقدر تنزله من هابي مود. اول حاجة يا جدعان هنا هنخش على الرسومات الأساسية الأول، نخش في المعلومات، بعدين نعلمكم ازاي تنزله. اول حاجة الدقة تخليها 960 على 540، دي زي ما هي. وندوس هنا برضك على الرسومات، انا مخليها سموتش عشان الجهاز 4 رام. لو انت جهازك فوق ال6 رام بتقدر تخليها اتش دي او اتش دي ار زي ما انتم شايفين هنا. والظل بنطفيه عشان الشاشه ما بتفضلش تطفي وتشغل. فهنا برضك الفريمات نسيناها، اللي هي الفي بي اس هنخليها 120 طالما معموله سموتش. لو جهازك ال4 رام، لو جهازك 3 رام بتخليها 90 فريم. وهنا الظل انا لغيه زي ما انتم شايفين اهو، الاعدادات دي بتاعتي فيه. والعرض طبعا عرض الصورة هنخليه كلاسيك عادي، عشان أو لو انت عايز تخليه اللي هو الالوان والكلام ده عادي. وهنا برضك هنخش على رسومات متنوعة. هنا التنسيق اللون هنخليه زي ما هو كده. وهنا هنخش برضك في هنلاقي تحت هنا مستوى عرض الرسومات هنخليه ميديم زي ما انتم شايفين. وضع التفاصيل ده كله هنطفيه، مش هنخلي غير اللي هي الرسومات اللي محفوظة، عشان لما نغير الاعدادات بتبقى محفوظة. وهنا برضك عندك تحسين جودة الصوت هنخليها هيك. ومسرع الذاكرة لا، ده ما تشغلوش عشان بيهنج اللعبة. هنا عندك رسومات البطاطس دي معرفش انا بتاعت ايه، بس احنا بتاعت حفظ اعدادات الحساسيه دي هنحفظها عشان لما انت بتيجي تغير اي تغيير مثلا في الفريمات وكده ما يتغيرش حاجه معاك في الحساسيه او في الاعدادات. هنا برضك بنخش على الاعدادات التجريبيه، دي بتقدر تشغلها برضك لو تليفونك فوق الست رام عشان ما تعملش برضك لاج في الجيم مثلا معاك كده. وهنا برضك تقدر كمان تشغل دقة عرض كبيرة اللي هي منظور الايباد. تقدر تشغلها لما تفعل الوضع التجريبي عادي. لو تليفونك 4 رام بتخليها على 90 فريم سموتش، وتشغل هنا دقة عرض كبيرة زي ما انتم شايفين. هنا برضك هندوس تطبيق وهندوس تشغيل اللعبة. هنا اهو هتخش اللعبة زي ما انتم شايفين. هنخش جيم 4 وتشوفوا الدقة بنفسكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة. ايوه، قبل ما تفتح اللعبة بنقدر برضك التطبيق ننزله من جوجل بلاي ب5 جنيه مصري. بنعمل استخراج كارت شراء اونلاين من اي محفظة، او بتقدر برضك تجيبه من فوري. وبتقدر تنزله من هابي مود، بس مش هعمل طريقته عشان الفيديو بيتحذف والصفحة بتديني انذار. فهنا هنخش على اللعبة زي ما انتم شايفين. اللعبة فتحت هنا، هتفتح هي في الرسومات مش هتجيب لك 120 فريم ولا 90 فريم، دي معروفة. هنخش هنا على الرسومات الجرافيكية والصوت. هنا هتجيب لنا سلسة فائقة، دي شغالة على اعلى جودة، بس هي داعمة 90 فريم بس بالبرنامج. لو انت البرنامج التليفون بتاعك 2 رام هتخش على جيم. لو التليفون بتاعك 2 رام ما تشغلش اقل من 40 فريم سموتش. لو تليفونك عشان ال2 رام ما بيدعمش غير ال20 فريم، وكلنا عارفين بكده. زي ما انتم شايفين هتخش اللعبة معانا عادي اهو، وانتوا هتشوفوا الجودة بنفسكم وتحكموا بنفسكم. والله يا جدعان التطبيق حلو جدا، مفيهوش اي مشاكل. وهسيب لكم لينك تنزيله من جوجل بلاي في الوصف، ولينك تنزيله من جوجل كروم، اللي هو النسخة يعني مش هي النسخة الأصلية، بس ايه تقدر تنزلها مجانا من على جوجل كروم. بس اعمل فيديو عشان الفيديو بيتحذف والقناة بتتحذف بسبب الكلام ده، ويبقى في انذارات على الصفحة. زي ما انتم شايفين الدقة اهي قبل ما نبدأ كمان ناعمة جدا اللعبة اهي. 90 فريم ناعمة فيها عادي. لو في اي مشاكل انت شايفها اديني تاني من التصوير، عشان انا عامل التصوير 14 ميجا بايت في الثانية. عشان ايه؟ لو عملتوا حاجة كده هجيب التاني.
Watch out! Marked a location. ينفعكم من مشاكل اللاج، لأن مشاكل اللاج بقت كتير. يعني كل التحديث جديد من بداية بيفضل يتقل اللعبة زي ما انتوا شايفين اهو. متنسوش بقى الاشتراك في القناة اللي كان مرة يا جدعان عشان يوصل مشترك دعم بقى، عشان والله انا بتعب في الفيديوهات دي، بس كله عشانكم انتوا يا جدعان، مفيش اي مشكلة. انا كنت بضرب هنا عادي، بس انا عارف ان انتوا يحسبوا عادي عادي. هنا برضك جبت من واحد طنبور عادي، انا معرفش هو جاب من هنا. هنخش برضك نخرج وهنخش نجرب مع بعض اللي هو ال HDR زي ما انتوا شايفين يا جدعان. هنخش نجرب ال HDR مع بعض. هنا خرجنا من اللعبة، هنخش على التطبيق، هنخش هنا على الرسومات الأساسية وهنعملها HDR، او ممكن برضك انت لو جهازك 4 رام تخليها HD، يعني متوسط كده، خير الامور وسط. وهنخليها هنا برضك 90 فريم. وهنخش بقى هندوس على تطبيق او تشغيل اللعبة. انا مش شايفها عشان الشاشة بس صغيرة. هنا اللعبة بتخش يا جدعان، هتشوفوا برضك دقة ال HDR، ولو تليفونك ما بيدعمش ال HDR هتكون ال HDR مفتوحة جوه اللعبة. ده التحديث الجديد بتاع تطبيق BGT برو. هنخش برضك يا جدعان، ما تنسوش الاشتراك لتالت مرة يا جدعان في القناة، معلش عايزين نوصل 1000 مشترك بإذن الله. برضك لو وصلنا ل1000 مشترك هيبقى في مفاجأة، وهنوزع 10 رويال باس، وفي واحد هيكون فيه من اللي هو ب900 شدة اللي هو هيكون إليت رويال باس. وبرضك يا جدعان ما تنسوش إني أنا ثاني يوم هفتح برضك ستور على تليجرام بإذن الله، هيكون أنضف ستور في مصر، وبإذن الله هيكون بفضلكم وبدعمكم ليا بإذن الله يا جدعان. هنعمل برضك عروض، ممكن برضك هنزل عروض ببجي موبايل وببجي الغيط باذن الله، نشان كل حاجه زي ما انتم شايفين. احنا برضك الاعدادات بتاعتنا الحساسيه بتاعتنا يا جدعان زي ما انتم شايفين. هي مش هتبقى سلسه زي 90 فريم في سموتش. ليه؟ لانه الجهاز بتاعك لازم يكون فوق ال6 رام، والمعالج بتاعي يكون عالي. انا المعالج بتاعي 32 من جيجا هرتز، يعني ما يدعمش ال HDR ناعمة زي ما انتم شايفين. هيدعمها كده بس مش هيدعمها ناعمة زي ما انتم شايفين اهو. اللعبة مش سلسة زي 90 فريم بس حلوة برضك، ما بيكونش فيها اي لاج. لو انت 20 فريم هتخليها HDR او HD 40 FPS هتلاقيها في البرنامج عندك من 20 فريم لحد الاعدادات سلسة اهو. والاهم حاجة برضك الاعدادات بتاعت ال HDR عشان البنج لو كان ضعيف ما يظبطش ابدا من غير بنج. انا هنا مش واخد على اعدادات ال HDR اللي هي يعني حساسية ال HDR ولا الكلام ده، لان انت بتغير الدقة بتاعت اللعبة بتلاقي الحساسية بتفرق معاك. وانا مش عارف العب انه اللعبة مش سلسة، لان انا بقيت العب اللعبة سلسة على طول يعني والله هينفعكم كتير قوي يعني هينفع الناس اللي بتعاني من مشاكل الفريمات. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.